ملخص القسم الأول من انمي لوكيزم في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو حط لايك، وهتلاقي انميات تانية في القناة. وملحوظة، ده مش انمي، ده منهوا وبس كده. ويلا بينا على المنهوا. هقول لك معلومة كده في السريع، إن في قناتين، قناة اسمها أنمي جيمي وبتقدم محتوى جميل جدا وملخصات أنمي، وكمان هتلاقي قناة اسمها زورو، والقناتين دول بيقدموا أنمي. روح اشترك عندهم وفعل زر الجرس وقول لهم من طرف الكومي. المانهوا بتبدأ بمشهد بيكون فيه هيون سيوك، وده بطل الحكاية. وبيكون في واحد اسمه تاي سيونغ بيقعد يضرب فيه وبيقول له انت مولود فاشل، وكمان بيخليه يلف زي الكلب وبيقول له انت لست كلب، انت خنزير، وبيخليه يقلد الخنزير. وبعد كده تاي سيونغ بيضرب هيونغ السيوك وبيقول له انه مكانه المفروض يكون في المجاري. وبعد كده بيرجع وبيكون قاعد في البيت لوحده وامه مش معاه. وبعد كده بيجوع ويقوم يعمل اندومي سريع التحضير. فامه بتوصل للبيت وهي بتقوله خليني اعمل لك انا الاكل، وبتقوله انها اسفة انها اتاخرت، وبتكون عملت له الاكل وبتكون عامله له النودلز بالبيض. فبيقول لها كام مرة قلتلك ما تحطيش بيض علشان بيتخن. فبتقوله انها نسيت، وهو بيفتكر صاحبه تاي سيونغ وهو بيضربه. فبيقول لأمه انه عايز ينتقل من المدرسة. فبتقوله في حد بيضايقك في المدرسة؟ فبيقول لها لا، وبيقول لها انهم متفوقين علشان كده مش هيعرف يجيب درجات وهو عايز ينتقل. فبتقوله انه ده ارخص مكان في المدينة، وبتقوله وكمان تسيب صحابك على اساس انه اصلا عنده صحاب. وبيرد على امه ويقول لها المهم الدراسة مش مهم اصدقائي. وبيسيب امه وبيدخل ينام وبيروح تاني يوم للمدرسة. وبعد كده بيخبط في واحدة فبتقوله بص قدامك. بيقول دي كانت بصة في الهاتف والناس بيخلوه يعتذر لها. وبيجي تاي سيونغ وبيقوله يقف ويبدأ يصوبوا عليه الكورة على وشه. فهيونغ سيوك بيتجنب كورة تاي سيونغ، فواحد بيصوب الكورة على وشه وبتيجي وتاي سيونغ بيقوله انه كان الموضوع دوت بفلوس. فبيرد هيونغ سيوك عليه وبيقوله انه هيدفع له فلوس. هو بيرد عليه ويقوله انه مش عاوز يشفق عليه وبيقوم ضربه. وام هيونغ سيوك بتروح المدرسة وبتشوف ابنها وهو بيتضرب، فبتروح تتكلم مع تاي سيونغ. والكل بيقعدوا يقولوا ان هيونغ سيوك جايب امه علشان تحميه، وبيزعق في امه قدام صحابه. وبيروح وامه بتقوله انها هتنقله في مدرسة تانية بس هيعيش لوحده لان شغلها هنا ومش هينفع تسيب شغلها. وبتقوله انها هتبعتله فلوس كل شهر. فبيزعل انه زعق فيها قدام صحابه. وبعد كده تاني يوم بيوصل للبيت وامه بتطمن عليه. وبعد كده بينزل يتسوق وبيخبط في واحدة وبيقع وبيفكر في الموقف اللي حصل قبل كده. فبيتأسف لها وبيلاقيها هي كمان اتأسفت له. فبيقول حياة جديدة وهيونغ سيوك جديد. وبيبتسم لها لما بيشوفوا صديقها جين سيونغ بيضربه وبيديله علقة محترمة والناس بيصوروه. وبعد كده بيروح يقعد يتفرج على الفيديوهات وهو بيتضرب ويشوف التعليقات اللي كلها تنمر. وبيقعد يعيط لحد ما بيتعب وينام وبيصحى ويلاقي نفسه في جسم غير جسمه وبيشوف جسمه فبيصحيه. وفجأة بيصحى في جسمه ويقول انه كان حلم مخيف بس جميل. وبيتقلب ويلاقي الجسم التاني وبيصحى في الجسم التاني وبيعرف انه بقى معاه الجسمين
وبيقدر يتنقل ما بينهم، وبيروح تاني يوم للمدرسة الجديدة وبيخبط في أحسن واحد في المدرسة وهو جاي بول هيونغ، ولسه هيزعقله ويلاقي شكله جميل ويسيبه. وبعد كده المدرس بيقدمه على الفصل، كل البنات والولاد بيعجبوا بيه وبيبدأ الطلاب يتعرفوا عليه، ومن ضمنهم الشخص اللي ضربه وصوره وهو جين سيونغ لي. وكمان بيتعرف على واحدة اسمها هانيول، وجين سيونغ لي بيلاحظ إن حبيبته ميجين مركزة على هيونغ سيوك، وجين سيونغ لي بيتغاظ من هيونغ سيوك، وهيونغ هنختصر اسمه. وهيونغ بيروح ياكل وبيكون معاه هانيول، وبتسأله انت ليه دخلت قسم الأزياء، فبيرد عليها ويقول لها انه ظن انه هيبقى ممتع، ما قالهاش انه علشان درجاته، فبترد عليه وتقوله انها بتظن انه ممتع. وبيقع هيونغ سيوك قدامها وبيقول انه اخيرا هياكل اكل ومش هيوصل اكل بس زي الاول، فبيتوه الموضوع وبيرجعوا للفصل ويكون هيونغ سيوك عاوز ينام، وبيقول يبدو ان جسدي هذا اهلكته امبارح، ويفتكر انه قاعد يجري وبسبب انه حس انه خفيف واسرع، وبينام على نفسه وبيصحى في جسمه التاني، وبيبقى الجسم التاني نايم طوال اليوم فما بيقدرش ينام، وفجأة بيصحى في جسمه الوسيم. بتكون هانيول هي اللي صحته، بيكون جاي ميعاد المروح والكل بيروح، وهو مروح بيلاقي شغل الجسم التخين وهو بيشتغل. جين سيونغ بيدخل عليه، بيدخل معاه كام واحد، ولما بيلاقوا هيونغ سيوك في الجسم التخين، جين سيونغ بياخد حاجات كتير وبيقول إنها على حسابك لهيونغ سيوك، وبينزل جين سيونغ في ضرب وبيصوروه. بعد كده لما هيونغ بيروح المدرسة تاني فبيشوفهم وهم عمالين يتكلموا عنه بس وهو في جسمه التخين، وبيتريقوا عليه هو وامه، فهو بيتدخل ويقول بلاش نتكلم عن امه، بلاش الام. فبيبقى جين سيونغ بيتلككله وبيبقى عايز يضربه علشان يبين نفسه جامد قصاد حبيبته وكده، فبيقوم ويتخانق معاه. فهيونغ بيتفادى كل لكماته وبيضربه بقبضة واحدة، ضربة واحدة بتقضي عليه، والكل بيصوره والكل بيعرف هيونغ سيوك الجامد الرائع. وبينتهي القسم الأول على كده. ولو عجبك الملخص حط لايك واشترك في القناة، فعل زر الجرس وقولي رأيك في كومنت، وروح شوف ملخصات الانمي التانية. وبس كده، ويلا اشوفك في فيديو جديد، يلا سلام.